صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل صحة واحسن حال. فيديو جديد، والفيديو بقى بتاع النهارده بادئه معاكم اليوم من اوله. الساعة دلوقتي 8:30. ملك عندها امتحان، ويعني نكفتها الساعة 9، فانا رايحة دلوقتي اوديها الامتحان. خليهم بقى يدعوا لها بقى كتير قوي قوي. فهي عندها النهارده مادة واحدة بس من 9 ل 11، فمش عارفة بقى إذا كنت هفضل أستناها كده عند المدرسة ولا هرجع وبعد كده نرجع ناخدها. المهم دلوقتي هوديها واشوف بقى هنعمل ايه. هما في اللجان ما بي يعني مش بيخلوهم ياخدوا الشنط معاهم، بيسيبوها بره. فهي بقى للاسف بصوا بتبقى واخده الحاجه كده في ايديها زي ما انتم شايفين، علشان يعني ايا كان بقى اللي موجود في الشنطه، موبايل، فلوس، ايا كان بيخليهم يسيبوا الشنط بره. فبنضطر ان هي بقى تاخد الحاجه كده معاها. فدعولها بقى ربنا معاها وربنا مع كل اللي زيها يا رب، ويجعلهم باذن الله الامتحان سهل. دخلت الامتحان بقى الحمد لله، وقعدت كده شويه قدام المدرسه. بس يعني حسيت ان انا كده متوتره ان انا افضل قاعده كده قدام المدرسه، فقلت اروح كده اعمل اي حاجه بقى لحد ما الوقت يعدي. دلوقتي الساعه 10، فلسه قدامها ساعه. والجو بقى النهارده كمان غريب جدا، يعني تراب وبتشتي شويه، مش بتشتي يعني بتنقط كده شويه او بتندع، يعني زي ما بيقولوا في القاهره، عشان احنا في اسكندريه بنقول يعني على الشتاء الخفيف ده ان هي بتنقط. فهحاول بقى كده اروح اعمل اي حاجه اضيع الوقت لحد ما هي بقى تخلص. فضلت بقى افكر اروح فين علشان الوقت يعدي، وفي نفس الوقت مش هينفع اروح اي مكان بعيد لان فاضل ساعة من 10 ل 11. فبخاف اروح اي مكان بعيد فالوقت يسرقني كده ومعرفش ارجع في الميعاد اللي هو هيخلصوا فيه امتحانات. وكمان اوقات بخاف برضو ان الامتحان يخلص بدري فتنزل بدري ما تلاقينيش. ففي مكان كده قريب من المدرسة ده فيه فتح الله وفيه شوية محلات كده، بس عشان الوقت بدري جدا جدا فالمحلات كلها للأسف كانت قافلة. فقلت مش مشكلة، أنا هتمشى كده بس. وبدأت أتفرج كده في البتارين، وقلت أصور لكم كده شوية علشان الوقت يعدي وخلاص، لأن الوقت اللي بيكون فيه انتظار ده ما بيعديش النص ساعة، فيه حرفيا بتكون تقريبا بساعتين. يعني الواحد بيبقى قلقان ومتوتر فبيحس ان الوقت بيمشي ببطء جدا. ففضلت اتفرج كده واصور شوية، وقلت ادخل بقى فتح الله لان فتح الله بيبقى فاتح من الساعة 9 الصبح. قلت اتفرج برضو فيه شوية واشوف الاسعار فيها كده، لان انا عايزة كام حاجة كده تخصني مش للبيت، كام حاجة تخص السكين كير. بس انا مش متعودة اجيبهم من فتح الله، بس قلت هشوف لو موجودين تمام، مش موجودين خلاص يبقى انا كده اتمشيت وضيعت وقت كده وخلاص. فدخلت بقى فتح الله، لقيت الشنط بتاعة البحر دي حلوة قوي، واسعارها برضو الى حد ما حلوة. وكمان لقيت كل الانواع بتاعة السان بلوك والسان سكرين. قعدت اشوف بقى كل الاسعار بتاعتها كده. انا في الغالب ما بستعملش صن بلوك في يومي العادي، وطبعا دي حاجة غلط جدا ونفسي اغيرها واهتم ان انا استعمل الصن بلوك في يومي العادي. لقيت الاسعار كده غلي جدا جدا. انا بستخدم كنت في الصيف اللي فات لونة، وكان اسعاره حلوة قوي، بس طبعا زي اي منتج اسعاره بدأت ان هي تعلى برضو. المهم بدأت اتفرج على المنتجات كده شوية بل لحد ما الساعة بقت 10:30. قلت لا كده خلاص كفاية قوي بقى، اخرج عشان خاطر الحق لا تكون هتنزل بدري ولا حاجة. عايزاكم بقى تكملوا معايا الفيديو لحد الاخر، علشان النهاردة هعمل معاكم حاجة اول مرة هعملها معاكم في القناة. بعد بقى ما روحت وغيرت كده هدومي، حسيت ان انا بشرتي مرهقة جدا. طبعا السهر مع التوتر، ونزلت كمان النهاردة الجو زي ما قلت لكم كان فيه كده تراب غريب. فرجعت من بره حسيت ان وشي شكله مرهق، وكمان حسيت ان هو ناشف كده شويه. قلت بقى اعمل له شويه سكين كير بس على خفيف كده على قدي. انا ماليش ولا في المنتجات الغاليه ولا المنتجات الكتيره. وطبعا مش لازم عشان نهتم بنفسنا او ببشرتنا او بشعرنا ان احنا نجيب منتجات غاليه ومنتجات ياما. ممكن نهتم بأبسط الحاجات. أنا عن نفسي عشان بشرتي جافة جدا وجافة حساسة كمان، لأنها أوقات من كتر الجفاف بتعمل زي التهاب كده شوية. فبقالي مدة كده بستعمل الصابونة بتاعة الجليسرين دي، رخيصة جدا وحلوة قوي قوي للبشرة الجافة، ما فيهاش مواد كيماوية خالص. فبصراحة عجباني قوي، ويعني لما تخلص هكررها تاني. ارتحت عليها جدا. وطبعا علشان هي مش بترغي قوي
فانا بعمل بيها وش كده على طول زي ما انتوا شفتوا. وطبعا هي الصابونه انا الوحيده اللي بستخدمها، محدش بيستخدمها مكاني، فعادي ان انا استعملها بالطريقه دي. بشيلها من العلبه بتاعتها وبحطها في علبه كده بلاستيك، وبحط كمان عليها كده المنديل اللي هو البكره ده، فبحط واحد كده احطها عليه علشان ما تتعجنش كده. المهم هي دي الطريقه اللي انا بحتفظ بيها بالصابونه. بعد ما غسلت بقى وشي كويس، قلت بالمرة اعمل كمان سكراب. وانا عن نفسي السكراب الوحيد تقريبا اللي بعمله هو البن وزيت الزيتون. بس انا ما كانش عندي زيت زيتون في البيت، فوانا جاية كده لقيت عند العطار في عبوات صغيرة كده بتاعت شركة اسمها شركة المصرية. اول مرة بصراحة ان انا اجيب منها اي نوع من انواع الزيوت، قلت هجرب مش هخسر حاجة. هو مكتوب عليه زيت زيتون بكر وفعلا شكله نظيف كده وحلو، فقلت هجيب ازازة كده صغيرة عشان اعمل بيها السكراب. فحطيت بقى شوية بن كده على شوية زيت زيتون من اللي انا جبته ده. وده بالنسبة لي افضل سكراب، يعني بيرطب الوش وبينضف الوش وبيفتح كده البشرة جدا جدا. وبينفع اعمل بقى بيه وشي واعمل بيه ايدي، وبرضه غير مكلف نهائي. برضه مش لازم ان احنا نجيب سكرابات بمبالغ كبيرة جدا. وعلى فكرة السكرابات الجاهزة بتكون كلها مواد كيماوية وممكن ان هي تضر البشرة اكتر ما تنفعها. عملت بقى وشي وعملت ايدي وسبته نشف كده شوية، وابدا بقى ايه افركه كده بحركات دائريه. وبعد كده بغسله برضو بميه كده من الحنفيه عادي جدا جدا. حلو قوي قوي والله. انا بالنسبه لي هو افضل من السكر وزيت الزيتون، لان انا بحس ان السكر الحبيبات بتاعته بتكون كبيره، فوارد ان هي تجرح كده وشي. فعملت بقى السكراب كده وغسلت وشي كويس قوي. وطبعا لازم انشف بمناديل مش بالفوطه، لازم وشي بالمناديل، لان انا بخاف ان الفوطه تنقل بكتيريا فتعمل حبوب. المناديل يعني ايه؟ اصح حاجة في تنشيف البشرة. هما منديلين كده على المشي يعني وخلاص. بعد كده بقى ايه، بحط جل الصبار ده. جل الصبار بيبقى حلو قوي ان هو بيهدي البشرة. لو في الشارع والجو حر وشمس، لما بنرجع وبنلاقي وشنا كده بيبقى سخن كده وحاسين ان هو احمر وكأنه فيه سخونية عالية، جل الصبار بيمتص السخونية جدا. وكمان بيقفل المسام، لان بعد السكراب المسام طبعا بتاعة البشرة بتبقى مفتوحة، فلازم حاجة تقفل المسام. فهو حلو قوي قوي في قفل المسام. فحطيت شوية جل صبار وسبته كده ينشف شوية. ورطبت بقى شفايفي برضو بالفازلين، لان انا ببقى محتاجة مرطبات تكون قوية جدا، علشان برضو حتى شفايفي كده بحس ان هي ايه، ناشفة زيادة عن اللزوم. بعد بقى ما جل الصبار نشف كده، قلت ارطب برضو بالكريم المرطب بتاعي. وبرضو بستخدم كريم مرطب طبي علشان بخاف من اي كريمات مرطبة تانية. فبستعمل اللي هو ريفي 2 ده، حلو قوي. بس هو خلاص قرب يخلص، فقلت هحاول ان انا اجرب نوع تاني علشان يعني من باب التغيير والتجربة كده، لا اكتر ولا اقل. وبينفع ان انا استخدمه تحت عينيا. فرطبت وشي ورطبت ايديا. فلما خلصت بقى حسيت ان انا عندي صداع رهيب، لان ما شربتش نسكافيه وما فطرتش. فدخلت كده على المطبخ، وبصراحة عايزة احاول على قد ما اقدر ان انا اقلل من النسكافيه، لان النسكافيه اصبح ادمان بالنسبة لي، وكتره مضر جدا جدا وهو فعلا بيعمل لي مشاكل. فعايزة اخلي النسكافيه ده يبقى مثلا مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، يبقى تفاريح كده يعني. بس في نفس الوقت لازم استبدله بحاجة، لان انا للاسف لا بشرب شاي بلبن ولا بشرب شاي سادة ولا بحب القهوة السادة ولا بحب القهوة اللي بلبن. ولو شربت قهوة بلبن يعني ممكن تبقى كل فين وفين، مرة في الشهر ولا حاجة، ماليش تقول عليها بصراحة. فقلت اعمل ايه، فكان عندي شوية بندق كده في التلاجة من رمضان، خدتهم حمصتهم وقشرتهم وطحنتهم كده في الكبة، علشان عايزة اعمل قهوة بالبندق. انا شربتها من عند ابو عوف قبل كده وقلت لكم عجبتني قوي. ولما عجبتني قلت خلاص انا اجيب ايه بن بالبندق في البيت اعمله وابدله بالنسكافيه. فجبت البن اللي بالبندق في البيت وعملته وجربته. بصراحة حسيت ان طعم البندق مش باين نهائي، حسيتها قهوة عادية، فما عجبتنيش. قلت لما اجرب بقى اعمله انا في البيت يمكن يطلع حلو. فقلت هطحن شوية البندق دول. ده البن اللي انا بقول لكم عليه اللي بالبندق، هو لسه فيه منه بس مش عايزة اعمل منه. وده بن العميد اللي هو العادي، حلو قوي قوي. فقلت خلاص انا هجرب ايه واشوف النتيجة تبقى عاملة ازاي. فجبت كده المج اللي هو بقى ايه او الفنجان بتاع الشاي اللي هو الدبل ده، علشان اعمل كده كمية محترمة. فعملته كله لبن، لان انا بحب الحاجة تبقى دسمة، ما بحبهاش كده تبقى خفيفة. فعايرت الفنجان كله كده لبن، وحطيت معلقة سكر واحدة عشان انا مش بحب الحاجة مسكرة قوي.
وهحط بقى عيار البن العادي معلقتين صغيرين كده ايه مليانين، وهاخد بقى شوية من البندق المطحون ده واجرب كده واشوف هل فعلا هيطلع طعمها بندق وهحبها كده وهقدر ان انا ابدلها بالنسكافيه واستغنى عن النسكافيه، ولا هيبقى ايه الوضع. المهم هقلبها كده على البارد، وبعد كده هحطها بقى ايه على عين صغيرة خالص هادية كده علشان تستوي براحتها، بغض النظر بقى عن منظر البوتاجاز البشع اللي قدامكم ده. بس عادي يا جماعة، احنا مش هندعي المثالية. انا البوتاجاز اتبهدل مني بالليل فما قدرتش ان انا اعمله متأخر، فقلت خلاص هعمله بقى ايه تاني يوم، فهستنى اشرب قهوتي وافطر وبعد كده اشوف بقى ورايا ايه. كل بيوتنا وارد ان هي يبقى فيها شوية كركبة، حاجة مش نظيفة، مواعين مركونة. يعني عادي، البيت بيبقى فيه حياة، في ناس عايزة تاكل، ناس بتشرب، ناس بتاخد شاور، ناس رايحة شغلها، ناس نازلة عندها امتحانات، ولاد عندهم دروس. فالحياة مستمرة طول النهار، فده بيخلي البيت استحالة يفضل 24 ساعة متنظم ومترتب ونظيف. اعتقد ان مفيش واحدة فيكم بيتها بيبقى نظيف ومترتب طول النهار. جبت بقى حتة كيكة من اللي فريدة كانت عاملاها معاكم في الفيديو اللي فات، وعملت القهوة وقعدت كده بقى ايه اشربهم. بس للأسف الشديد القهوة طلعت غير ما انا متوقعة تماما. طلعت برضو ما فيهاش اي طعم للبندق خالص زي البن اللي انا اشتريته. يعني انا ما عملتش حاجة من عندي، حست نفسي على الفاضي، بهدلت الدنيا واخدت وقت، وفي الاخر طلعت القهوة طعم البن هو اللي ظاهر والبندق مش ظاهر نهائي. بس اديني جربت. بعد كده بقى هروح اشتري اللي هي القهوة اللي بالبندق من عند ابو عوف، مش المشروب، لا اللي هي البن نفسه، اجيبه واعمله في البيت، لان هي دي كده اكتر واحدة عجبتني. بعد كده بقى قلت هفضي بقى شوية البندق اللي انا طحنتهم دول في اي علبة عندي علب الزبادي دي بحتفظ بيها، لما بيكون ليها غطا بتنفعني قوي زي ان انا اعبي فيها حاجة زي كده. ومش هعمله بقى في المصفى ولا حاجة، لان انا هستعمله في حلويات بقى بعد كده خلاص، لان مش هعمل بيه قهوة تاني. فلو عجبكم بقى الفيديو ووصلتم معايا لحد هنا، ما تنسوش بقى لايك وشير، واشوفكم على خير.